من المواكب العريقة التي تقدم الخدمة للزائرين. نعم، إنه موكب الشهيدين الصدرين التابع إلى أهالي الحيرة. للحديث أكثر عن هذا الموكب ينضم معنا الخادم أحمد. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام أستاذ أمير، حياك الله. بالبداية عظم الله أجورنا وأجوركم. أجورنا وأجوركم وأجور المسلمين جميعا باستشهاد أبو عبد الله الحسين. قبل ما أخوض بالحوار وياك وبالنقاش وياك، أكو فقرة كلش مهمة. لو كانت خدمتكم رسالة، هاي الرسالة لمن تتوجه؟ والله أستاذ أمير، الرسالة الحقيقية خدمة الإمام حسين تسلم من جيل بعد جيل. أنا رسالتي اليوم أنت شفت يجوز ابني عمره 7 سنوات موجود، الرسالة لباقي الشباب هاي الأجيال اللي تجي، لأن خدمة أبو عبد الله مثل ما يقول ماكو منها، عرفت؟ ولمسنا احنا من خلال الخدمة، نريد هاي يكملوها إن شاء الله أولادنا وأصدقائنا وأحبائنا الجيل اللي بعده. إن شاء الله قضية الإمام الحسين مستمرة إلى يوم يبعثون. أنا سمعت إنه موكب شهيدين الصدرين هاي السنة الله رزقهم بحسينية. الله يحفظك. سولفنا عن موضوع الحسينية، شلون صارت؟ شنو الخدمات تقدمها؟ هذا الموكب شنو ترتيبه؟ شنو يفرق عن الحسينية؟ والله أستاذ أمير، الحسينية يعني انبنت برقم قياسي حقيقة، يعني من خلال الجهود الأخوة كباريتنا وأخوتنا كان كل الموجودين بدون استثناء، من صار يعني من خلال 8 أشهر إلى 9 أشهر كملت الحسينية على الطريق. الحسينية على الطريق تدري يعني بيها شفت يشتغل مجموعة، عرفت؟ يوصلوا يخلصون يوم 17 لأن الجادة توقف. من ورا 17 يجون لنا. بالموكب اللي بكربلاء. ها، الموكب اللي بكربلاء هم يعني فتح يوم 10، هم جت مجموعة واشتغلت. وشوف انت بعد. بارك الله فيك. واحنا منسقين بين الحسينية وبين الموكب الرئيسي. بارك الله فيك. نسأل الله يوفق الجميع استاذ امير. الله يحفظك استاذ امير. سادة المشاهدين، مستمرين لكم بهذه التغطية الخاصة بتغطية خدمة الموكب الحسينية للزائرين الكرام.